ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حال. صلى على الرسول. ويلا بينا نشوف وصفة النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالخضار. زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها كده على المية بعد ما غليت، وبدأت احط عليها الملح وشوية زيت. وبعد كده هنبدأ نجهز بقى في الصلصة بتاعتنا والخضار بتاعنا. الخضار دوت بيبقى حسب طبعا ذوقك. انت مثلا اي نوع خضار بتحبيه هتبدأي ان انت تحطيه. في ناس بتحب تقطع الخضار قطع مربعات، انا بحبها مربعة. في ناس مكعبة يعني مكعبات، وفي ناس بتحب ان هي تقطعه شرايح، وفي ناس بتبشره وتيجي في الاخر كده وهي بتقفل المكرونة تروح حطاه عشان ما يتبلش ويتوه في قلب المكرونة في الاخر خالص كده. بدأت بقى اعمل الصلصة بتاعتي العادية خالص، وبعد كده هنبدأ نقطع الخضار مع بعض. اي نوع خضار بتحبيه هتبدأي تحطيه على المكرونة بتاعتك. انا كان عندي كوسة، وكان عندي كده زي ما انتم شايفين بطاطس، ولو في بقى جزر بحب برضو الجزر عليها والبسلة. بس ده اللي كان متوفر عندي يعني. بدأت ان انا اقطعه قطع كده زي ما انتم شايفين. انا بحب القطع بتاعتي تكون مكعبات بالشكل ده وتكون كبيرة شوية عشان تبقى باينة معايا في المكرونة. وبرضو فلفل اخضر كده، وبصل برضو بقطع البصل كده شرايح زي ما انتوا شايفين. اي نوع خضار بتحبيه زي ما قلتلك تبدأي تحطيه. بعد بحطه بقى زي ما انتوا شايفين مع الصلصة بتاعتي عشان يدبل معاه ويبدأ يستوي، لان انا الخضار بتاعي انا مقطعاه قطع كبيرة شوية، فعلشان كده لازم يستوي كويس. زي ما انتوا شايفين استوى معايا كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه، والمكرونة بتاعتي سلقاها كده. طبعا المكرونة يا جماعة مدة التسوية بتاعتها السلق بتاعها يعني بيكون 9 دقايق بس على النار، مش اكتر من كده عشان ما تنهريش منكم. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل وقطع الخضار باينة فيها. ممكن تعملي اي نوع مكرونة غير القلم. لو عجبتكم بقى الوصفة شجعوني كده بكلمة حلوة ولايك.